السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بكم في فيديو جديد. وصفة النهاردة هنعمل الجبنة القريش. انت عارفين الجبنة القريش الوقت بتتباع غالية ومش ضامنين النظافة بتاعتها أو ضامنين اللبن. شايفين أنا عملتها طلع تحفة ازاي، من غير حصيرة ومن غير منفحة. عملتها زي اللي بتتباع برا بالظبط، وأحلى كمان وأطعم كمان. الجبنة القريش طبعا مفيدة ومغذية، وناس كتير بتحب تاكلها. فأنا عملتها يعني وطبعا بالنسبة للظروف الاقتصادية نحاول نعمل أي حاجة في البيت اللي نقدر عليه نعمله في البيت نعمله، وربنا ييسرها إن شاء الله على الجميع يا رب. الوقت أنا عملتها اهو، شايفين عاملة كريمية ازاي، عاملة زي الجبنة الكريمية بالظبط. خدت قطعة وهعملها، هحط عليها زعتر وهحط عليها زيت زيتون. جربوها بالطريقة دي بتبقى تحفة. الجبنة القريش بالزعتر وزيت الزيتون. بقلبها، وما شاء الله كيلو اللبن او لتر اللبن طلع لي 3 قطع جبنة قريش الحلوين دول، وطبق صغير قشطة. شايفين الجبنة قوامها عامل ازاي، كريمية بالظبط. والوقتي قبل ما نقول على المقادير وطريقة التحضير، معاكم ماجدة عبد الرازق. وايه، يلا نبدأ. ده جبت كيلو لبن او لتر لبن، حطيته في طاجن. سخنت الاول الفرن، بعد كده حوالي 5 دقايق كده طفيت الفرن، رحت حاطه فيه الطاجن اللي فيه لتر اللبن. هيقعد حوالي يوم يومين، تبع ايه الجو البرد. عارفين الدنيا برد، وتبع ايه ما يمسك اللبن. شايفين هنا بعد بقى ما قعد عندي حوالي يوم ونص، شايفين عامل ازاي قوامه بقى، عامل ازاي مسك ازاي. هحطه بقى في التلاجة حوالي 2-3 كده عشان يجمد شوية، علشان اعرف اطلع القشطة اللي على الوش دي. بيعمل طبقة قشطة بنشيلها كده. طلعته من التلاجة وهبدأ اشيل بقى ايه القشطة اللي على الوش. شايفين ما شاء الله، هو رغم ان هو لتر لبن بس طلع لي طبق صغير قشطة. القشطة دي تتاكل مع مربى، مع جبنة رومي، تتحط في معجنات، نسيبها نجمعها يعني ونعملها زبدة او سمنة. شايفين ما شاء الله القشطة. بجمع القشطة اهو. شايفين ما شاء الله كمية القشطة، ده من لتر لبن. اللي حابب يجرب يجرب في لتر لبن الاول، وبعد كده ايه يبقى يزود ايه الكمية. شايفين ما شاء الله طبق القشطة اللي طلع من لتر لبن. الوقت جبت شاشة ومصفى وتحتيها طبق. الشاشة دي نبقى مخصصينها للجبنة، وهنزل باللبن او الجبنة اللي في الطاجن عشان تصفي لي الشرش اللي فيها ده. عندها احط نص معلقة صغيرة ملح، او تحطي ملح حسب الرغبة، عايزة تحطي ملح مش عايزة تحطي. ونقلبها عشان الملح كله يمتزج مع الجبنة.
ونربط الشاشة بقى عشان تصفي الشرش اللي فيها. شايفين الشرش نازل ازاي؟ هنسيبها بقى لغاية ما تصفي الشرش اللي فيها. هنا عندي الجبنة خلاص صفت الشرش اللي فيها. جبت بقى ورق الزبدة هنزلها عليها عشان انا ما عنديش حصيرة. شايفين الجبنة عاملة ازاي؟ احاول الفها رول بقى علشان اعملها شكل الجبنة اللي بتتباع جاهزة. هلفها رول واحاول اسويها، اظبطها كده واسويها عشان تطلع رول. نساوي في الرول كويس. بعد كده هجيب الطرفين اطبقهم برضو على بعض عشان تتساوى من الطرفين. هجيب طبق احطها في التلاجة شوية عشان ايه تمسك، عشان اعرف ايه اقطعها. كده طلعتها من التلاجة. هنبدأ نقطعها بقى ايه بالسكينة. تقطعها بقى صغير كبير تبع الحجم اللي انت عايزاه. شايفين ما شاء الله الجبنة متماسكة ازاي؟ نحاول برضو نسويها الجوانب كده نسويها. لو في حاجة طالعة نسويها. وكده بقى بظهر الشوكة واعمل الخطوط عشان تبقى شبه الجبنة الجاهزة. حاجة سهلة بسيطة ما فيهاش اي تعب ولا اي حاجة خالص. نقطعها بقى، أنا قطعتها على 3. وعندي كده الجبنة شكلها كده لما خلصت. وصفة سهلة جربوها هتعجبكم ان شاء الله. كنت معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. الوصفة خلصت لكن وصفاتي لسه ما خلصتش. اسيبكم في رعاية الله وامنه. مع السلامة.